لو بتحب الرسم وبتحب تتفرج على الرسم بس مش عارف الناس دي بترسم ازاي ونفسك ترسم زيهم، تعالى كده جرب معانا بالطريقه البسيطه دي. هات اي ورقه واي قلم وحاول ان انت ترسم معايا كده. تعالى نرسم مثلا الوش اللي هو ايه، مثلث لتحت، ووش تاني مثلث لفوق، يعني ايه القمه بتاعته لتحت وده القمه بتاعته لفوق، القاعده دي تحت القاعده دي فوق، وشوف هيفرق ازاي. تعالى كده نجرب. اول حاجه بنرسم علامه الزائد اللي بنرسم عليها الملامح. تعالى نعمل الراجل ده مثلا ايه، عينيه دايرتين كده جنب بعض، زي ما قلنا ان العين عباره عن كوره وفي النص النني، نن العين. هي العين عباره عن كوره والنن في النص. الجفن لما بينزل بقى هو اللي بيغير شكل العين، كده بقى شكلها اهدى شويه من ما كانت مبرقه. ادي المناخير، وادي بقه والابتسامه الجميله، وادي الودان في نفس محاذاه العينين زي ما دايما بنتكلم، نفس الخط اللي بالعرض. باجي دايما عندي الاشكال الهندسيه اللي زي كده اللي فيها زوايا، وخلي الزوايا بتاعتها كيرفات. تعال نرسم الشعر. لسه ايه، لسه الحواجب. ادي الحواجب، ممكن الحاجب يبقى تحت وحاجب فوق. تيجي نعمل له شنب، نعمل له كده ايه الدقن الصغيره اللي بتبقى تحت ايه الشفه اللي تحت دي، او حتى ممكن نعمل له دوجلاس. نعمل له رقبه. تعالى نرسم الشخص التاني ده، الخط اللي بالعرض اهو برسم عليه العينين. تعالى مثلا نعمل العين نعملها بيضاويه، ما نخليهاش بقى مدوره زي دي. بس هي الاصل في العين اصلا ان هي عباره عن كوره، كوره والنن في النص، والجفن هو اللي بيحدد شكل العين. يعني لو انا ايه، لو رسمت العين دي من غير ما الجفون هتبقى برضو كوره، لكن اللي مخليها شكل بيضاوي هو شكل الجفون من عليها زي كده. ادي المناخير ممكن اكبرها، ممكن اخلي البق في الجنب ما يبقاش في النص. اجي عند الزوايا واخليها كيرفات. ودان في نفس محاذاة العينين. وادي الشعر. الحواجب تعالى نغمق له كده من عند الدقن، بحيث ان دقنه ايه منبتة شوية او طويلة شوية، من عند الشنب كمان التظليلة الخفيفة دي. الراجل عوج بقه فممكن نعمل له إيه تجعيدة كده عند الخدود. ممكن نعمل له دقن كده صغيرة اللي هي عظمة الدقن من تحت. نعمل له برضو جرافطة زي ده، ما هوش احسن منه. تعالى ناخد شكل مثلث كمان، بس نخليه بالطول قوي كده، يعني ايه نخليه كنز كده، يعني ما يبقاش مفرود زي ده ولا زي ده. هاجي برضو عند الزوايا واخليها كيرفات. ممكن اجي عند علامة الزائد واخلي الخط اللي بالعرض تحت اكتر. ممكن نعمل العين عبارة عن نقطة بس. ممكن نعمل الحواجب تخينة جدا. المناخير ممكن نعملها بقى صغيرة المرة دي. ممكن نعمل البق كبير جدا، وانا بظلل عمق البق بحيث انه مثلا بيضحك او كده فيبان ان في تجويف لجوه. وادي الودان في نفس محاذاة العينين. ممكن اعمل له شعرتين بس كده بقى شكل ايه كرتوني بسيط. الحتة دي برضو علشان ما نسيبش ايه مكان فاضي. تعال نكبر العين جدا بحيث انها حتى ممكن تخرج بره الشكل. ممكن ننزل بجفن كده ايه لتحت والجفن التاني ايه مفتوح، يبقى عين ايه نص مقفولة كده وعين مفتوحة. ادي المناخير، وادي البق، وادي الشعر، وادي الودان في نفس محاذاة العينين. والحواجب ممكن اخرجها بره الشكل كمان.
اتعلمت الفكرة دي، خدت مني فكرة بسيطة جدا، حاول ان انت بقى تمسك ورقة وقلم وتشتغل عليها كتير جدا جدا، وجرب بقى ان انت تغير في حاجات كتير. غير المثلث ده يبقى فوق يبقى تحت، جرب العينين تبقى مثلا الخط اللي بالعرض بتاع العينين ده يبقى تحت خالص، تمام، واشتغل على الملامح تكون تحت، لان الموضوع ده محتاج ان انت تمشي ايدك كتير. وايا كان مستواك تقبل جدا اي نتيجة تطلع من ايدك، المهم ان انت تبقى مستمتع وانت بتمارس هواية الرسم. اكتسب هواية هتفرق معاك في حياتك، وتأكد ان انت متابعنا علشان توصلك السكتشات الجاية ان شاء الله.